السلام عليكم الشباب، معكم مزيال وغير بالفن غادي نبارطاجي معكم 10 ديال النصائح باش تبريباريو لي زيكزامان ديالكم في خاطركم. كيف كنعرفوا جميع لا بيريود ديال لا بريباراسيون ليكزامان هي بيريود اللي حاسمه بزاف، وهي اللي كتعطيك واش غادي تقدر تجيب دي تري بون نوت ولا انك غادي تجيب دي موفيز نوت. وفي هاد لا بيريود هادي ما كيخصناش نبريباريو بشقاء، ولكن كيخصنا نبريباريو بذكاء. يعني تكون ذكي في الطريقه ديال كيفاش كتوجد. كاين اللي غادي يوجد بزاف والنهار ديال الامتحان ما غاديش يقدر يجيب دي بون نوت، وكاين اللي غادي يوجد بطريقه ذكيه وطريقه زوينه وممتعه، ونهار الامتحان بحول الله كيجيب احسن لي نوت. المهم ما تخاف ما داش، معك مازيال وغادي نشارك معكم مجموعه ديال النصائح اللي ممكن تستعنوا بهم في الوقيته ديال البريباراسيون لي زيكزامان ديالكم. النصيحه رقم واحد اللي عندي لكم هي ممارسه الرياضه. كاين اللي غيقول لي كيفاش الرياضه والامتحانات؟ في الوقيته ديال الامتحانات مزيان ان الواحد يمارس الرياضه، والدماغ ديالنا ولا لا كاباسيتي فيزيك ديالنا قادره انها دير مجموعه ديال الحويجات. ضروري ما وسط النهار ديالك غادي يشيط لك واحد الوقيت اللي غادي تقدر تكاسي داك لا بيريود ديال البريباراسيون ديال لي زيكزامون ديال الضغط اللي كيكون عندكم. خاصك فين انك ترولاشا شويه، فين ترتاح. هذا علاش كنصحكم بزاف ديال المرات بانكم تمارسوا واحد لاكتيفيتي سبورتيف، ولكن غير ما تكونش داك لاكتيفيتي سبورتيف بحال الدراري اللي كيمارسوا مثلا الفيتنس، انني نمشي ونعطي لا شارج بزاف. نو، كيخصني ندير واحد البروغرام اللي يكون شويه ليجي ونمشي نتريني غير واحد 45 دقيقه بارك عليا. والناس اللي موالفينش كيديروا لونترينمون ممكن انني نلجا لا مارش ولا ندير دي فوتينغ اللي هما خفاف. المهم هو ان فاش كنمشي ندير الرياضه كيخصني نتغولاشا وكيخصني نديشارجا من داك سميتو، من الزحم ومن الزخم ديال لي زيكزامان والبريباراسيون وداك لا شارج وداك الضغط اللي كيكون عليا، ونحاول تما نتغولاشا ونحاول نرتاح ونحاول نقاد الافكار ديالي ونرتب الاولويات ديالي. وفاش نرجع بواحد الطاقه وبواحد الحيويه وبواحد الموتيفاسيون اللي هي كبيره. اون بلوس كيف الرياضه كنتعلموا لا بيرسيفيرانس، وهنا كنتعلم انني ما نستسلمش وانني نقاوم، وان بالجهد اللي كنعطي غادي نقدر نيفوليو وغادي نقدر نوصل يعني المجموعه ديال الامور اللي بغيتها. يعني لي زوبجيكتيف ديالي ممكن ان نحققهم الا خدمت عليهم، الا ضربت عليهم تماره. وهذا الشيء كيسهل علينا نشوفوه في الرياضه اكثر ما اننا نشوفوه في القرايه اللي كيكون لي ريزولتا ديالها الون تيرم. ثاني حاجه هي انكم ما تحتقروش راسكم وما تحتقروش القدرات ديالكم. خليونا من داك الافكار ديال هاد ليكزامان صعيب، هاد الاستاذ ما كيعطيش النقاط، حقا الطلبه اللي معايا بداو البريباراسيون بكري، انا يلاه بديتها دابا. لا، خصني نركز على حاجه واحده، نتكونسونطرا على داكشي اللي عندي، ندير واحد لو بروغرام اللي يكون زوين ونبدا عليه الخدمه. يعني نتوكل على الله وربي راه ما عمرو غادي يخيبكم. اما بالنسبه للنصيحه الثالثه فغادي نقول لك جربوا انكم تراجعوا في مجموعات. كاين اللي غيقول لي شويه بيزار، لان اغلبيه الناس كينصحوكم انكم تراجعوا المفرد ديالكم، يعني تراجعوا بوحدكم. علاش؟ لان فاش كتجمعوا هانتوما كتلعبوا، هانتوما كتهضروا، هانتوما كتضحكوا. واني حنا دابا كنتكلم على المجموعه اللي تكون مجموعه جديه ومجموعه اللي تكون باغا انها تخدم. داكور، كاين مجموعه ديال المواد اللي ممكن انك تبريباريها لراسك، واللي انت عندك القدره التامه انك تبريباريها لراسك وتخدم عليها مزيان. ومن بعد ما فيها باس انك دير مع واحد المجموعه اللي تكون سيريوز وباغا تخدم وباغا توصل، مجموعه ديال الطلبه الاصدقاء ديالكم. وممكن انني نجرب مع مجموعه ونغيرها الا شتي ما باغاش تخدم ونمشي لمجموعه واحده اخرى. الاهم من هذا الشيء هو داك لو بارطاج اللي كيكون بيناتكم. يعني كل واحد يقدر واحد البوان في الكور مثلا يكون فاتك، وان الصديق ديالك انه شافوا بواحد النظره واحده اخرى وقدر انه يوصل لك واحد لو بوين انت ما قدرتيش تفهمه، وانت كذلك عاوتاني تبارطاجي معاه وتفهموا واحد الحاجه واحده اخرى. ممكن انكم تكون داك ليفيت سينرجي يحضر عندكم ديال مجموعه زوينه، انه يحضر ليفيت سينرجي. ولو فات ديال انني نخدم غير اكزرسيس واحد بوحدي ونمل ونجلس، نقدر نخدم جوج ثلاثه اربعه، واحد كيموتيفي واحد وواحد كيونكاروجي واحد. واني الا ما لقيتش كاع شي مجموعه اللي تكون سيريوز واللي غادي نخدم معاها، فما نضيعش الوقت اللي كيكون وقت من ذهب، ونجلس نبريباري راسي ونعطي الراحه لراسي ونكواه. والنصيحه الخامسه غادي نقول لك حاول انك تبدا بالحاجه السهله في المراجعه وبدا بالحاجه الصعيبه النهار ديال الامتحان. تقول لي وديش كتقولها مزيان؟ داكور، انا جايكم في الحاجه. باش كنكون كنراجع مزيان انني نبدا بالحاجه السهله باش كتموتيفيني، وكنمشي هكا من السهل للصعيب. ودي حاجه كنعرفوها كاملين، يعني شويه بشويه شويه بشويه شويه بشويه هكا كنستوعب الكور مزيان. ومن الاحسن انني نمشي نطبق داك الشيء اللي فهمته نطبقه في دي زيكزارسيس باش كنزيد نعرفوا غيالمون. وسورتو فاش كنكونوا في دي ماتير اللي هما براتيك، فاش نتكلم على لا كونطابيليتي جينيرالمون، فمن الاحسن انني نخدم لي زيكزارسيس
ونخدم الكور، ولا بارفوا نخدم لي زيكزارسيس والحاجه اللي ما فهمتهاش نمشي عاوتاني نشوفها في الكور، وكنبدا من لي زيكزارسيس دابليكاسيون وانا ماشي كنطلع نيفو شويه بشويه. ولكن النهار ديال ليكزامان سورتو بالنسبه للناس اللي كيكونوا بريباري مزيان وواجدين، فكنصحكم انكم تمشيو تشوفوا شنو هما الاسئله الصعيبه، شنو هو هذا السطاج الوحش اللي باغي يخلعنا به. داكا كتشوف ديك الاسئله كيزيدوك واحد الطاقه واحد الانرجي واحد الحماس انك كتسخن دغيا، فالتركيز ديالك كتركز مزيان وكتمشي عاد داك الساعات لداك الاسئله اللي هما ساهله، وكتبدا ماشي جاي ماشي جاي، يعني كتعرف حتى لا جيستيون ديال الوقت. دوك عرفتي دابا انت الاسئله اللي ساهلين كيفاش دايرين، وعرفتي الاسئله اللي هما صعاب كيفاش دايرين، وكذلك الاسئله الساهلين كتشوف داك السؤال الصعيب باش السؤال السهل ما كتفاناش فيه وتبقى كتماطل وكتخرجوا بشويه عليك وكتضيع لك الوقت. نو، كدير في بالك دائما بان راه مازال كيساينك واحد السؤال اللي هو قاصح ولا خصو الوقت ولا خصو التركيز، فكتجاوب داك السؤال اللي هو ساهل كتعطيه حدو قدو. اما بالناس اللي كيكونوا كيستريسيو بزاف وكيتخلعوا وكيخافوا فما غنصحكمش بهذه القضيه. اسيادنا غير جاوبوا على الاسئله السهله وضمنوا النقاط ديالكم هما الاولى، عاد داك الساعات سيروا بشويه ديالكم الاسئله اللي هما صعيبه. وبالنسبه للاسئله اللي هما صعيبه سورتو كنتكلم دائما مثلا في لا كونطابيليتي ولا في لي مات ولا في دي ماتير اللي هما كيكونوا براتيك، وحتى في دي ماتير اللي كيكونوا تيوريك، كنبدا بواحد لونشينمون وكنمشي بان لونشينمون لوجيك، وفين ما وقفت بارك عليك. المهم نحاول تكون لا ريبونس ديالي واضحه وباينه ومستركتوريه، وهكا حتى الا ما ربحتش النقطه ديالي كامله كنربح انخطاط بعدا. اما بالنسبه للنصيحه رقم 6 فهذه كتكون بزاف المراجعه، ما نحاولش نكثر داك لي ماركور ونصبغ الدفتر كامل حتى كيولي كله مهم. بعض المرات كنوصل دي باراغراف اللي كيكونوا بصح كلهم مهمين، الا كانت الباراغراف كلها مهمه صافي خليها بحال هكاك، راجعها بحال هكاك، خذها بحال هكاك. اما بالنسبه لي ماركور كيخصني نستعملهم غير في لي مو كلي، لي مو اللي سواء كيكونوا بعض مرات دي مو تكنيك اللي كيخصني نمشي نقلب عليهم نبحث عليهم ومثلا نشرحهم، ولا دي مو اللي بصح مثلا يقدروا يكونوا دي مو اللي كيتحطوا بهم لي كيستيون، فانا داك لو مو كنعقل عليه باش كنروبيري الباراغراف وكنرجع ليها، يعني كنتفكر كنشوف لو مو اللي حطيت انا ماركيت تما سي ان مو كلي، اون فوا كنشوف شي سؤال فكنعرف راه كيتكلم لي على داك الباراغراف، فاوتوماتيكمون كنرجع للباراغراف اللي انا درت فيه هذاك لو سين. وهنا بالنسبه للناس اللي كيكونوا فيزيوال واللي كيكونوا كيعقلوا بليماجيناسيون، يعني كيعقلوا بعينيهم، اون فوا كيتحط مثلا السؤال كتغمض عينك وتبقى تشوف وكيتهيئ قدامك الدفتر ديالك بداك اللوينات ديالو بداك الزويقات وداك الشيء اللي ماركيتي. اما الا مشيت ماركيت كل شيء فراه كل شيء غيولي مهم، يعني حتى الا سديت عيني وبغيت نتفكر شنو هي الحاجه اللي ماركيتها واللي غتخليني انني نقول هذه اللي مهمه باش غنجاوب هذا السؤال ما غنلقاش. فمن الاحسن انني سواء ان ندير الماركر باش ولا نسطر على الامور اللي هي مهمه بزاف، واذا ما قدرتش نيدونتيفي شنو هما الامور اللي مهمه بزاف وما قدرتش انني نلخص، فمن الاحسن انني نحاول ناخذ داكشي كامل ولا نمشي ندير دي ريزومي مقادين في دي شيما. حتى هذه قضيه زوينه بالنسبه للناس اللي هما فيزيوال. اما داك القضيه ديال ماركي فماشي ديما كتكون ايجابيه. النصيحه السابعه هي غادي نقول لكم بانكم حاولوا تختبروا راسكم شويه بشويه، ما شدتش واحد ليكزارسيس ومشي للكوريجي ديالو ونقول صافي هاد ليكزارسيس فهمتو ناضي انا كنعرفو، لا سيدي حباس بلاتي شويه عليك، نشد داك ليكزارسيس ونمشي نجاوب عليه. راه بعض المرات الا هضرت مثلا في لا كونطابيليتي ويقدر غير الكالكول الا مشيتي ما ولفتيش بالكالكولاتريس انك دير لي كالكول وتحسب، نهار ديال ليكزامان كون اكيد بانك غادي تغلط غير في الجميع ولا في النقيص ولا في عمليه الضرب، فهذه شي حاجه اللي هي بيزار. عاد نجيو لي زونغيسترومون كونطابل بعد لي زوبيراسيون اللي كيبانوا لنا ساهلين واضحين باينين ما خصنا نديرو فيهم حتى شي حاجه، الوغ كيكونوا فريمون فيهم شي حويجه تكنيك هكا اللي كوكا يعني لما فريمون ما ردينا لهمش البال غادي نقدروا نغلطوا فيهم. فانا نمشي نجاوب على التمرين رغم انه كيبان لي ساهل شويه ونجاوب عليه ونمشي عاد داك الساعات نشوف لا كوريكسيون ديالو ونشوف الا شفت راسي بانه بصح جاوبت على داك الشيء بسلاسه صافي دوز داك النيفو دوز النيفو واحد اخر. اما الا شفت راسي مازال عندي تعثرات فمازال خصني نخدم في هذا النيفو مزيان ونضبطو مزيان وباش نقدر نضمن فيه انخطاطي وعاد ندوز النيفو اللي موراه وما بقاش غير جالس كنقص بحال الجرانه حيت في التالي راه ما نقدر نجمع حتى شي نقطه. اما بالنسبه للنصيحه رقم 8 فغادي نقول الناس اللي كيستريسيو رولاكس رولاكس غير بشويه عليكم. شوف لان داك ستريس الزايد اللي كيكون اكثر من القياس ما هو الا كيحرق لي الجهد ديالي وكيحرق لي الطاقه ديالي وكيضيع لي الوقت ديالي على الخاوي. ما عندي علاش نخاف علاش ننتج شحال ما كان الوقت اللي باقي لي غادي نبدا نبريباري على حسب الوقت اللي عندي وشويه بشويه شويه بشويه
نقدر نبريباري غير شويه ويجيب الله فيه البركه ونلقاه هو اللي يتحط في ليكزامان ونجيب دي بون نوت. اون فان دو كونت خصني نثبت راسي ونعرف بان راه غير سيت ان اكزامان سو ني با لا فان دو موند، ولا ما جبتش هو مزيان خاصني نراترابي فيه، والمره الجايه ما نعاودش ندير نفس الغلط، ونحاول نشد لو ماكسيموم اللي غينفعني باش نجاوب على الامتحانات ونكون شويه مع راسي غيان. يعني نحط راسي على الطبله ونقول نجلس نهضر مع راسي، اي بلاتي لاش خالعك مناش مخلوع شنو غيوقع لا فان دو موند؟ لا، اللي نفترض اسيدي جبتي مزيان ها السيناريو، الا نفترض ما جبتيش مزيان ها السيناريو، ونفترض انك ما قدرتيش تجيب حتى شي نقطه ها السيناريو، ونحط قدامي كاع السيناريوهات. ايوا دابا وجلس تخدم وحاول بانك تفيزي انك تجيب مزيان واخا لا بيريود ما كافياش، وشنو هي الطريقه المثلى باش نقدر نبريباري واخا الوقت ما عنديش. اما باش نبقى غير خايف ومستريسي وكنبكي وكنغوت وما حاملش راسي فهادشي ما عنده باش ينفعكم. النصيحه رقم 9 هنا غادي ندوزو. الا مشيتي لقيتي الامتحان ديالك كان عباره على كيو سي ام، ما بين الحيه اللي زوينه انك تستعملهم في الكيو سي ام هو انك تغطي داك الاجوبه اللي كيعطيوك بيديك، ولا انك تحاول تشد الانتباه ديالك وما تشوفش فيهم. هكا غادي تمشي انت تجاوب على داك السؤال بحال اللي راه ما عاطينكش هما الاختيارات، وهاد القضيه غتنفعكم بزاف فاش كيكونوا داك الاجوبه اللي عاطينكم كيتشابهوا، فما كنعرفش شنو هو الموكلي ولا شنو هو التيرم اللي غادي نيدونتيفي به مثلا هاد لا ريبونس الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. وهنا فين كنت تكلمت قبل على لي ماركور، فاذا كنتو سينياليتي واحد لي موكلي فهما اللي كيخليوني نفرق بين واحد لا ريبونس وريبونس واحده اخرى. يعني الا كان داك لو موكلي بريزون فراه هذيك هي لا بون ريبونس، الا ما كانش بريزون فراه هذيك راه لا موفيز ريبونس. وفوايي الوغ الا كنت انا حافظ داك الجواب عارفو شنو هو فنحط الجواب وعاد ديك الساعات نشوف لي ريبونس ونقارن بيناتهم، وداك الساعات غيسهل عليا ايدونتيفي لا بون ريبونس. اما الا مشيت في الاول شفت فنقدر ننسى كاع اصلا الجواب اللي كان عندي، لان غادي نتانفليونسا يا اما بوزيتيفمون ولا نيجاتيفمون بداك لي ريبونس اللي كيكون عاطيني البروف. وحنا ما بغيناكمش تلفوا، هذا علاش نحاول نجاوب عاد نرجع نشوف الاجوبه وناخذ منهم واحد اللي يقنعني اكثر. اما بالنسبه للنصيحه رقم 10 فهي اللي كيبارطاجيو معكم بزاف ديال الناس وديما كيقولوها لنا، واني عارفكم يا صحاب دقيقه السعيد صعيب عليكم انكم ديروا هذه القضيه. فهاد النصيحه ديالي العشره غتكون موجهه للناس المجتهدين، الناس اللي كيخدموا قبل من الوقت والناس اللي كيوجدوا وكيبريباريو لي زيكزامان ديالهم على المهل. فهادو كنصحكم بانكم النهار ديال الامتحان ارتاحوا، يعني نهار قبل الامتحان من الاحسن انكم ترتاحوا، انكم ترولاشاو وترولاكساو بشويه عليكم، وحاولوا ديروا غير اون بيتيت ريفيزيون منكم لراسكم باش تشوفوا شنو هما لي بوين اللي مازال شادين، شنو هما لي بوين اللي ما شادينش مزيان مثلا، ولا مازال تقدروا تضربوا عليهم واحد الطليله بسيطه. سينو الا كنتي شايف راسك مزيان بريباري كلشي هو هذاك، فارتاح مع راسك باش نهار الامتحان ان شاء الله لو جور الجاي يلقاك كيلعب ويلقاك في قمه التركيز ديالك، وتحاول انك تريتي جميع لي كيسيون وتجيب ان شاء الله دي تري بون ريبونس. اما بالنسبه للناس اللي كيكونوا خلاو حتى الدقيقه 90 حتى النهار بنهار وعاد زي بريباري، غنقول لك اعطي الجهد. داكور عطي الجهد، وني ماشي داك الجهد اللي يكون مفرط، لا نحاول نهار بنهارو نبريباري بذكاء ونشوف مثلا لي زيكزامان اللي كانوا قبل كيفاش كانوا فيهم، ونشوف حداش انا مثلا بريباري ونقدر نحاول نجاوب غير بيرفيكسيوني. مثلا عندي نقولوا الامتحان مقسم ل 3 بارتي، انا عندي بارتي الاولى والبارتي الثانيه ضبطهم مزيان، فنحاول نبيرفيكسيوني راسي في داك لي دو بروميير بارتي، ولا ترويزيام بارتي حتى انا ما لحقتهاش الا لقيت لها مثلا اون بيتيت فورميلاسيون فيها نربح فيها نقيطات مزيان، ما لقيتش بارك عليا. غير ما نبقاش نقص بين كلشي ونبغي نشد كلشي وندير بحال هذاك اللي بريبارا مزيان من النهار الاول ونجيب حتى انا نقاط اللي تكون بصح مشرفه. ممكن انني نجيب نقاط مشرفه واخا بريباري حتى النهار الثاني، لان القدره ديال الاستيعاب وديال التركيز وكيفاش كل واحد كيتعامل مع ليكزامان كتختلف. يمكن واحد بريباري مزيان وما يتعاملش مزيان مع ليكزامان وما يجيبش نقاط مزيانه، وواحد يبريباري موينمون واني يتعامل بذكاء ويتعامل مزيان مع ليكزامان ويجيب نقاط مزيانه. وكاين اللي كيبريباري في الاول كيكون بريباراسيون ديالو ذكيه، دوك كيكون من الاول مثلا خدا دي تيرم ولا عارف لي نوت وعارف شنو هما الامور اللي غادي تبنى عليهم، ومشى شاف دي زيكزامان قدام وسول على داك الاستاذ وحاول ياخذ معاه دي نوت، فواخا يبقى حتى الدقيقه التاليه كيكون عنده ديجا ان بلان، عنده عليه شي تبازا، عنده لي دوني، عنده بزاف ديال المعلومات، فكيخصو غير يرتب داك المعلومات يرتب داك الافكار وياخذهم وراهم ديجا كيكونوا يعني كاينين في بالو غير كيتفكرهم وكيمشي يدوز وكيجيب دي بون نوت. فالمهم كما كنقول لكم كنشوف عينك ميزانك، شوف انت اين نيفو راك وحاول تستغل كل دقيقه كل ثانيه ان شاء الله بحول الله باش يكونوا نقاط مشرفه. كنتمنى لكم كاملين التوفيق والنجاح، كنتمنى اني نكون كنت خفيف شويه على قلوبكم في هذا الفيديو، ومن قناه نلقاكم فيديوهات مزيان ان شاء الله.
كيف ما موعدين ديما غير بالفن. غير هو خليو لي كيسيون ديالكم باش نحاولوا نطريطيو مواضيع واحده اخرى اللي تكون كتهمكم وتعود عليكم بالنفع ان شاء الله بحول الله. مع السلامه.